كل ما تاكل نار في صدرك. الحموضة مش بتخليك تنام. النهاردة هنتكلم عن أقوى حاجة للحموضة، هو الكونترلوك. الكونترلوك من أقوى أدوية الحموضة الموجودة في السوق. بدل فعلا فيها حاجة اسمها بنتوبرازول، بتوقف إفراز حمض المعدة أصلا، بتعالج قرحة المعدة، مفعوله بيستمر 24 ساعة كاملة. بيشتغل ازاي؟ بيوقف حاجة اسمها مضخة البروتون الموجودة جوه المعدة نفسها، وتقلل إفراز الحمض بتاع المعدة. وكمان بيقلل إفراز الحموضة، مش بنسبة صغيرة، لأ بنسبة كبيرة، حوالي تقريبا 90%. مفعوله بياخد ساعة، بيستمر لمدة يوم كامل، ودي أكتر حاجة مميزة فيه، إنك أنت محتاج تاخده مرة واحدة في اليوم. تأثيره ممكن معاك طول اليوم، يعني هتخلص من الحموضة وهترتاح منها طول اليوم. امتى نستخدمه؟ في الحموضة اللي على طول موجودة ومش بتروح، قرحة المعدة، بنسمع أشهر ناس اللي عندهم قرحة، ناس عندهم التهاب المريء وعندهم ارتجاع في المريء أصلا، لما بياخدوا مسكنات كتير وبتحس إن معدتك تعباك ومش قادر تاكل أو تتكلم. ازاي بنستخدمه صح؟ باخد قرص واحد اللي الصبح قبل الفطار بنص ساعة. وعشان تعالج قرحة المعدة محتاج من أسبوعين ل8 أسابيع حسب الحالة اللي الدكتور بيحددها. ممكن تستخدمه الوقاية بشكل متقطع، يعني مش بانتظام مرة أو مرة لأ. ممنوع للأطفال تحت سن 12 سنة. لازم تستشير دكتورك قبل ما تستخدمه، خاصة لو عندك مشاكل في الكبد. ممكن يسبب صداع خفيف في الأول وبعد كده تتعود عليه. طب ايه الفرق بينه وبين أدوية الحموضة التانية؟ الفرق بينه وبين مثلا زي الرامي، كنت له مفعوله أقوى مفعوله أطول. النيكزيم نفس الحاجة، قريب منه، ولكن البنتولوزول بتاعنا اللي هنا أقوى وألطف على المعدة. الجافيسكون مش بيعالج السبب، لكن هو بيعالج العرض، لكن الكونترلوك بيعالج السبب من أصله. باختصار كونترلوك هيخليك تنسى الحموضة أصلا. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تدعمنا عشان نعمل كل جديد. اكتب لنا تجربتك في الكومنتات، لو انت استخدمت ايه دواء الحموضة، وايه هو نفع معاك وايه منفعش.